هلو يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبألف خير وبصحة وسعادة، ويومكم يا رب يبقى من أحلى أيامكم ويوم سعيد عليكم. وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا محققين أمانيكم. وأنا نسيت يا جماعة، طلعت كذا مرة ونسيت أبارك لبتوع ثانوية العامة. ربنا يا رب يسعدهم ويوفقهم، وأهم حاجة الرضا يا جماعة، الرضا في كل حاجة. في سواء جبت مجموع سواء ما جبتش، مش اخر الدنيا يا جماعه والله، وكله بيعدي. واهم حاجه تدخلي مكان تكونوا انتوا ناجحين فيه، حتى لو انتوا مش بتحبوه قوي، حتى لو ربنا فرض عليك المكان ده لازم تجتهد فيه وتكون ناجح فيه. ممكن تبقى احسن من اي حد. ممكن لو واحد كان عاوز يبقى دكتور وجاب مثلا تجارة، المحاسبين مش وحشين يا جماعة، يعني المحاسبين مش وحشين. لو انت اشتغلت بره في شركة محاسبة، بالعكس بيبقى راتبك كويس وتبقى مرتاح في حياتك. بالعكس انا اعرف ناس محاسبين كويسين جدا، حتى لو انت ما جبتش مجموعة. والناس اللي بتقلل من كلية حقوق، لا، كلية حقوق يا جماعة كلية جميلة جدا، مش عشان انا فيها، لا، في ناس كتير مستشارين ناجحين قوي، وناس في المحاكم، ناس شغالين في حاجات عالية قوي وناجحين. مش معنى ان الكليات دي بتاخد من مجموع قليل يبقى احنا نقلل منها، لا، المدرسين كويسين، المحاسبين، الدكاترة، كلنا كويسين يا جماعة. الشاطر اللي يعرف يثبت نفسه في اللي هو دخله، لا اكتر ولا اقل. الكليات دي حظ ونصيب يا ولاد، والله الكليات دي حظ ونصيب. الواحد، انا وانا في ثالثه ثانوي كنت بزعل زيكم، يعني انا لما كنت بلاقي مثلا حد جاب اكتر مني ما اعرفش ايه كنت بزعل. لكن دلوقتي لما عدت الايام وعدت السنين مفيش حاجه تستاهل والله يا جماعه. الشاطره اللي تعرف إيه تتعلم من اللي حصل فيها وتجتهد في اللي هي دخلت فيه. والشاطره اللي كمان تعرف تتجوز جوازه كويسه. مش نهايه العالم، وربنا يا رب يوفق الجميع، اللي ما جابش مجموع واللي جابه ربنا يا رب يكتب له الخير في المكان اللي هو فيه. اهم حاجه الرضا يا جماعه، وان محدش يزعل. ده مكتوب ليك من قبل ما انت، من يوم ما انت اتولدت مكتوب ليك هتبقى في كذا وهتشتغل في كذا وهتعمل كذا. فاللي ربنا كتبه ليكم ارضوا بيه، ارضوا بيه. ومع الايام ربنا هيعوضكم في شغل، هيعوضكم في جواز، هيعوضكم في ولاد. يمكن واحد كان نفسه يبقى دكتور وربنا ما كرموش، ممكن يكرمه في ولاد. فدايما ارضوا، ودي مش اخر الدنيا يا جماعه، والله مش اخر الدنيا. ممكن الواحد يبقى يجيب طب ويحقق اللي هو عاوزه، وفي سنه من السنين وهو بيدرس في الجامعه يموت. فالواحد يعني انا مش دايما بعرف اعبر على جوايا، بس بحاول بقدر المستطاع اوصلكوا شويه من اللي انا بفكر فيه. ربنا يوفقنا يا جماعه ان شاء الله، ويعدي سنيننا كده الجايه كلها على خير. ده انا قلقانه قلق يا جماعه من الايام من السنتين اللي لسه باقيين ليا في الجامعه. يا لهوي على القلق اللي انا فيه. ربنا يسترها علينا وينجحنا يا رب جميعا، يكرمنا كرم السنين، ويعوضنا كلنا خير، عوض الصابرين. انا مستنيه العوض بتاعي في جوزي العزيز يا جماعه، ادعوا لي بالزوج الصالح. النهارده يا جماعه انا جايه لكم في فيديو الجدعه اللي هتكتب في الكومنتات بقى من قبل ما انا اقول فيديو ريحته حلوه. لو ما تتكلموا عن الريحه الحلوه هتتكلموا عني. طبعا مش نهايه العالم، وربنا يا رب يوفق الجميع، اللي ما جابش مجموع واللي جابه ربنا يا رب يكتب له الخير في المكان اللي هو فيه. اهم حاجه الرضا يا جماعه، وان محدش يزعل. ده مكتوب ليك من قبل ما انت، من يوم ما انت اتولدت مكتوب ليك هتبقى في كذا وهتشتغل في كذا وهتعمل كذا. فاللي ربنا كتبه ليكم ارضوا بيه، ارضوا بيه. ومع الايام ربنا هيعوضكم في شغل، هيعوضكم في جواز، هيعوضكم في ولاد. يمكن واحد كان نفسه يبقى دكتور وربنا ما كرموش، ممكن يكرمه في ولاد. فدايما ارضوا، ودي مش اخر الدنيا يا جماعه، والله مش اخر الدنيا. ممكن الواحد يبقى يجيب طب ويحقق اللي هو عاوزه، وفي سنه من السنين وهو بيدرس في الجامعه يموت. فالواحد يعني انا مش دايما بعرف اعبر على جوايا، بس بحاول بقدر المستطاع اوصلكوا شويه من اللي انا بفكر فيه. ربنا يوفقنا يا جماعه ان شاء الله، ويعدي سنيننا كده الجايه كلها على خير. ده انا قلقانه قلق يا جماعه من الايام من السنتين اللي لسه باقيين ليا في الجامعه. يا لهوي على القلق اللي انا فيه.
ربنا يسترها علينا وينجحنا يا رب جميعا، ويكرمنا كرم السنين، ويعوضنا كلنا خير، عوض الصابرين. انا مستنيه العوض بتاعي في جوزي العزيز يا جماعه، ادعوا لي بالزوج الصالح. النهارده يا جماعه انا جايه لكم في فيديو الجدعه اللي هتكتب في الكومنتات بقى من قبل ما انا اقول فيديو ريحته حلوه. لو ما تتكلموا عن الريحه الحلوه هتتكلموا عني. طبعا احلى الريحه حلوه صوت نرمين اختي يا جماعه. الصوت ده نرمين اختي، اعلى صوت ممكن تشوفوه في حياتكم هو صوت نرمين اختي. لو حد عاوز ميكروفون يستخدم نرمين اختي، والله العظيم يا جماعه هي اللي جابته لنفسها. انا قاعده بسجل معاكم اهو بما يرضي الله، هي اللي جابته لنفسها. فيديو ريحته حلوه. وبرده يا جماعه ما عدتش عارفه اتكلم، انا ما عدتش عارفه اتكلم في وانا قاعده كده معاكم فضحتني. بتتكلم عن المانجا يا جماعه. نرمين اختي دي كريهه المانجا وبتتكلم عنها، ما بتحبش الفواكه كلها يا جماعه. تقرف من حاجه اسمها فاكهه. نفسي اعرف لما جوزها يقول لها يا بنتي اعملي لي شويه مانجا، شويه عصير مانجا، هتعمل ايه؟ مش عارفه. انما انا هيبقى معايا حته جوهره، والله حته جوهره. المهم يا جماعه فيديو النهارده انا قلت لكم ريحته حلوه. هو ريحته حلوه فعلا. جايبه لكم النهارده نوع شاور جل جديد استخدمته. انا طبعا طلعت لكم قبل كده، كنت قلت لكم على شاور جل ايفا، وقلت لكم على كان في شاور جل التاني بتاع مامتي، اللي هو كان بتاع مامتي، اللي هو الجرده الكبير ده، اهم حاجه الجرده، مش عارفه ليه اسم تاني. طالعه لكم النهارده بشاور جل. كان نفسي اجرب شاور جل ريحه الخوخ دي يا جماعه بجد طلعت رهيبه في شاور الجل. تحفه. انا مش عارفه بيجيبوا الريحه قوي كده ازاي، خطير. تعالى يا قلب امك اهو يا جماعه. بالمشمش والخوخ هو استنى، هو لتر. انا كنت جايباه مش عارفه جايباه بكام. بابلي يا جماعه، شاور جل بابلي تحفه. الريحه بتاعته يا لهوي على جمالها، والله ريحته خطيره بطريقه. تطلعي من الحمام ريحتك في الحمام، وريحتك معاكي، وريحتك في الصاله، وريحتك في العالم كله. خطير يا ولاد، الله اقسم بالله ريحته رهيبه. ريحته فشيخ، والله فشيخ. وشوفوا بينزل يعني حلو قوي الاستخدام. عندك بقى ليفه كده صغيره تحط عليها شويه، تحفه. ريحته انا عاوزه اشربه من حلاوه ريحته. خطير يا جماعه اقسم بالله، تحفه. وده لتر تقريبا جايباه ب70 جنيه. شوفوا يا جماعه، بالخوخ والمشمش الاتنين احلى من بعض الصراحه. ريحته يا لهو. انا كل شويه انا حرفيا انا بروح اشمه. الله تحفه. اقسم بالله ريحته رهيبه وبتكفي معاكي بقى كتير. انتوا اصلا يا جماعه الناس اللي بتستخدم الشاور جيل دي حته صغيره نقطتين بيرغوا قوي ويكفيكي دايما. يعني انا تقريبا في الصيف بخلصه على طول، لكن في الشتاء ممكن يفضل معايا شويه، لان في الشتاء الواحد مش بياخد شاور كتير، لكن في الصيف بناخد عمال على بطال يعني، فبنحتاج شاور جل كتير، فده ممكن في الشتاء يعني هيطول معاكي شويه عن الصيف. تحفه يا جماعه. وريحته جميله قوي، والله ريحته جميله قوي. انا عن نفسي انا عاوزه افتحه كده واشربه، والله عاوزه افتحه واشربه من حلاوته. لا جميل قوي.
جميل قوي قوي قوي، ومكوناته حلوه برضه، والرغوه بتاعته اصلا هي باينه اصلا اهي، رغوته تقيله ويرغي حلو قوي، شكله اصلا خطير. وتقريبا سعره 65 بقى 70 جنيه. انا كل شويه هفتح اشم فيه، والله العظيم تحفه يا جماعه. ان شاء الله فيديو النهارده يكون عاجبكم، وبرده هعكس الكاميرا اصوره لكم عشان لو حد عاوز يروح يشتريه. اكيد بقى اي صيدليه اي مكان فيه مستحضرات تجميل عنده التحفه ده. بابلي، اسمه بابلي يا جماعه، بابلي. في شوكولاته اسمها بابلي او اسم مقاطعه، تحفه تحفه تحفه. يا رب يعجبكم يا ولاد، وتدعوا لي دعوه حلوه. ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم. هصور لكم البتاع الاول قبل ما اقفل معاكم. اسمه يا جماعه هو بابلي لتر بالمشمش والخوخ، تحفه تحفه تحفه. حد عايز يصوره سكرين بقى، رغوته حلوه قوي يا جماعه والله، وريحته خطيره. ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه كده منكم يا جماعه، وانتوا بتصلوا او انتوا قاعدين وانتوا بتعملوا اي حاجه. تدعوا لي على الحلاوه اللي انا بجيبها لكم دي. بحبكم، ويا رب يا رب يا رب اشوفكم احسن الناس. وقولوا لي يا جماعه رايكم في الايلاينر، اللي هو مش ايلاينر الصراحه يعني عشان ما ابقاش كدابه، ده كحل يا جماعه، بس وانا بعمل يعني وانا بحط ميك اب حبيت ان انا اعمل كده، ورحت لمامتي واخد رايها قالت لي انت شبه نيفرتيتي. فممكن تقولوا لي يا جماعه ان انا شكلي حلو عشان هي اكيد هتشوف الكومنتات. بحبكم يا جماعه، ويا رب يا رب يكونوا الفيديو النهارده عجبكم، ومع السلامه.